كلهم فاشلين ومحدش حواليك ناجح، كلهم بعيد عن ربنا ومحدش حواليك ملتزم. السببين دول ممكن فعلا يخلوك فاشل وبعيد عن ربنا، وحقك على فكرة، وحقك فعلا. اصل هتجيب النجاح ازاي وكل البيئة اللي حواليك فاشلة؟ ولا هتعرف طريق ربنا ازاي وطريق الالتزام ازاي وكل اللي حواليك على الله حكايتهم؟ انا مصدقك، ولو عليك كان زمانك بقيت نينجا. ولكن خليني اخدك في رحلة لزمان. لا استنى، قبل ما نروح الرحلة، لو في فرض من فروض ربنا عليك ما صليتوش قوم صليه وتعالى تاني، ولو صليت كل فروضك يلا بينا نكمل رحلتنا. خلينا نرجع لرحلة زمان قوي، في عهد اكبر طاغية عرفوا التاريخ وهو فرعون. شايف البيئة عاملة ازاي؟ شايف الوضع صعب ازاي؟ الكفر في كل مكان، وفرعون بعلو صوته بيقول انا الاله. هل تتوقع ان ممكن يكون في حد في الوقت ده بيوحد ربنا؟ انا ما اعرفش، لكن انا شايف في نور هناك. تعال نشوف مين اللي هناك، تعال نقرب عليه. ايه ده؟ دي اسيا زوجة فرعون. دي اسيا بتدعي ربنا وبتقول: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. معقول آسيا اللي كانت بتنام مع فرعون على نفس السرير جنب بعض تكون مؤمنة؟ معقولة؟ طب استنى كده، شايف النور اللي هناك ده؟ تعال نقرب ونشوف مين هناك. معقولة الخدامة اللي بتسرح شعر بنت فرعون مؤمنة؟ ازاي ده؟ ده كل حاجة حواليها صعبة، البيئة اللي حواليها كلها بيئة صعبة، مفيش حاجة بتوحد ربنا فيها، ده أكل عيشها أصلا هو خدمة بنت فرعون. ازاي هي واقفة دلوقتي قصاد فرعون ومش خايفة وصابرة على التعذيب هي وعيالها، ولدرجة إنها صبرت على موتهم واحد واحد قدام عينيها لحد ما جه الدور عليها؟ إيه ده؟ أنا سامع صوت طفل بيبكي. أنت سامع ده؟ إيه ده؟ ده سيدنا موسى. هو الإنسان اللي هيغير مسار بيتربى في قصر فرعون وهيطلع منه نبي وكليم الله كمان. انا سامع صوت حد بيذكر ربنا. ايه ده؟ ده مؤمن آل فرعون، ده كاتم ايمانه، ده مؤمن اصلا. ازاي دول بالرغم من انهم اقرب ناس لفرعون يكونوا مؤمنين؟ هو لو حد فيهم ما كانش امن كان حد هيقول له حاجه؟ اصلا مفيش اصلا ايمان في الوقت ده. لكن كل دول بيثبتوا لينا ان الظروف مجرد شماعه. الظروف الصعبه مش حجه، قله الدعم مش حجه، وصعوبه الطريق مش حجه. الاربع اشخاص دول عرونا قصاد نفسنا. اصل ايه هي الحجه اللي مخلياك لحد دلوقتي مش التزمت؟ والحجه اللي مخلياك لحد دلوقتي مش بتذاكر وبتطور من نفسك؟ والحجه اللي مخلياك لحد دلوقتي مضيع عمرك على مفيش؟ الصراحه مفيش حجج. مهما كانت البيئه اللي حواليك صعبه لازم تكون راجل، تاخد الخطوه بتاعتك بجد. خليك عارف ان الطريق هيكون دايما صعب. اول ما تلتزم هتلاقي كل الناس بتتريق عليك، ولا اول ما تسعى جامد هتلاقي كل اللي حواليك بيحبطك. هي دي الحياه، انت مستني منها ايه؟ وده طبيعي تشوفه في الدنيا، لكن هي دي اول سلمه في طريق النجاح. دورك انك تنطلق، دورك انك تسد ودانك وتنطلق وتكسر شماعه الظروف وتنطلق، وتكون عارف ان اول سلمه هي دايما اصعب سلمه، لكن بعدها الانسان بينطلق محدش بيعرف يوقف. يلا استني ايه؟ انطلق. استنى ما تنساش تدعمنا بلايك وشير وكومنت، وتتابعنا على التليجرام وعلى الفيس، بننزل تاسكات يوميا وفقرات قويه اوعى تفوتك. يلا انطلق، يلا سلام.